هو الذوق خرج من مصر ولا ما خرجش؟ خرج. لا والله ما خرج. هو انت متخيل ان الذوق ده الادب والاخلاق؟ لا، دول خرجوا من زمان، غالبا كده هاجروا. طب عايز تعرف حكايه الذوق اللي بحقه حقيقي؟ خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام وفي صحة كويسة. ودي حلقة من سلسلة الأسرجية. الذوق ما خرجش من مصر. البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. دي مقولة شعبية موروثة من التراث الشعبي، واحنا كمصريين نموت في التقليد، فبقينا جيل يعلم الجيل اللي بعده ويقول له الذوق ما خرجش من مصر. لا واثقة من نفسيها، مش واخد بالها كده. والناس فاكرة وقتها ان الذوق ده الأدب والأخلاق. لا يا سيدي والله مهم. وعشان ابقى دقيقة معاكم في قصتنا النهارده اللي بطلها سيدي الذوق. الحكاية بدأت سنة 763، وبطلها واحد اسمه حسن جه مصر من المغرب. طول عمرها مصر مرحبة بالضيوف. شايف ياض البودي بيلدينج؟ بودي بيلدينج؟ ده انا كنت فاكره مصري زينا. جه حسن علشان يتاجر في مصر، وكمان بالمرة كده يدرس في الأزهر، فقعد يدور على مكان يكون قريب من الأزهر وكمان من تجارته، أو على الأقل يوفر مواصلات. فما لقاش أحسن من شارع المعز. وكان حسن مشهور جدا جدا وسط الناس، وتعرف عنه الحكمة والقوة والشجاعة والأمانة والذوق. وهنا بقى مربط الفرس، واللي معروف طبعا عننا كمصريين إن إحنا ما ينفعش ننادي واحد كده باسمه، لازم نعلمه. والموضوع ده مش قديم، ده بالعكس ده عايش معانا لحد النهارده. زي ما بنسجل كده الأرقام على الموبايل، هتلاقيها مثلا متسجلة رانيا البنت اللي مش طايقاها، الواد اللي كان واقف جنب بتاع الفراخ على الناصية، سلو بلدنا كده. والحمد لله ان احنا قادرين نحافظ على الموروث ده لحد النهارده. المهم بقى نرجع لحكايتنا. راحوا سموه حسن الذوق، مع ان كان اسهل لهم مثلا يسموه حسن المغربي. قلت كده والنعمه قلت كده، لكن ازاي؟ المصري لازم يحط التاتش بتاعته. وفي الوقت ده كانت بدايه ظهور الفتوانه في مصر، فطبعا في شارع المعز ما لقوش احسن من حسن الذوق يبقى هو فتوته. سلام ورحمه الله وبركاته. يلا يا سعدين تعالى بس تعالى. وبقى حسن بيدرس في الازهر ويشتغل في تجارته ويحكم كمان بين الناس. بس ما كدبش اللي قالك صاحب بالين كداب. انت كداب ابو صلاح. فعلا انا كداب يا استاذ دمبي. في مره من المرات قامت عركه كبيره قوي، وما كانتش عركه عاديه، دي عركه بين فتوات الاحياء الشعبيه. في حاجه يا عمه؟ العيال دي غلطوا فيا. الواد ده معاهم؟ الواد ده ضربني. وللاسف فشل حسن ان هو يصلح ما بينهم، واتطور الموضوع ووصل للوالي. الوالي يسكت ابدا، كان شديد شديد قوي الوالي ده. وانا زي بابا بالظبط في كل حاجه، وفي الشده شديد وفي القوه قوي قوي قوي. قال لك لا انتوا هتوجعوا لي دماغي، وراح خد كل الفتوات هنا بينا وعلى السجن. وماله، ده السجن للرجاله. لكن بالنسبه لحسن الذوق ما كانش ذوق خالص. زعل قوي حسن، وحس ان هيبته راحت بين الناس ومش هيقدر بعد كده يحكم ما بينهم. فقال لك لا، ما يحكمش، البلد اللي ما احكمش فيها ما اقدرش اعيش فيها. فقرر ان هو يخرج من مصر. وبعد ما عدى بوابه الفتوح وبخطوتين بس مش اكتر، هوب طب وقع ساكت، مات الذوق. اما انا قلت لك كده من الاول. استنى يا سيدي كمل معايا الحكايه. الذوق ما ماتش ولا حاجه، لا والله ما مات، ده حتى الناس زعلوا عليه قوي. ما هو كده ما بنعرفش قيمه الحاجه غير لما تروح. اتلموا الناس وقال لك لا والله ما يخرج الذوق من مصر. فقرروا ان هم يدفنوه في نفس المكان اللي وقع مات فيه. ده بنوا له كمان ضريح لزق كده في سور بوابه الفتوح، وبنوا كمان عليه قبه وحطوا له هلال. جميل شعب مصر متمسك بالذوق لاخر لحظه. لا وكمان عمل له قبه وهلال، وبقى اسم الذوق ده ما بيتقالش غير في الخناقات. والله زي ما بقول لك كده، اول ما العركه تبتدي يقول لك يا جماعه صلوا على النبي، ده الذوق ما خرجش من مصر، مع انه فعليا خرج بره السوق. ودي كانت حكايتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في حكايات حلوه كتير من الأسرجية.